السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة الحروف. معكم ميس صباح سعد، تأسيس رياض أطفال. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض يا اصحابي الحلوين حرف التاء. اسمه ايه يا اصحابي؟ تاء. تاء. كلنا نقول مع بعض يا اصحابي تاء. قلنا التاء يا اصحابي هو اخو حرف الباء الاوسط، يعني اخوه الاكبر شويه. حرف الباء يا اصحابي كان طبق يا اصحابي وتحتيه نقطه، اما حرف التاء يا اصحابي طبق وجواه تفاحتين او نقطتين. تعالوا يا اصحابي نتعلم مع بعض ازاي هنكتب حرف التاء. نفتكر مع بعض يا اصحابي كنا بنكتب في الباقي ازاي احنا يا اصحابي؟ سنة صغنونة فوق السطر تمشي تمشي على السطر ونقفل الطبق والنقطة بتاعته الباء من تحت. اما التاء يا اصحابي نفس الطبق بس نقطتين جوه الطبق. تاء. 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 نكتبه مرة تانية يا اصحابي. سنة صغنطوطة فوق السطر نمشي نمشي على السطر ونقفل الطبق يا اصحابي وما ننساش النقطتين. يعني يا اصحابي طبق وجواه تفاحتين او نقطتين. اسمه ايه يا اصحابي الحرف ده؟ تاء. اسمه ايه يا اصحابي الحرف ده؟ تاء. يلا بينا يا اصحابي ناخد مع بعض مدلولات حرف التاء. مدلولات حرف التاء يعني الكلمات او الصور اللي بتبدأ بحرف التاء، زي كلمة تاج. 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 وعرفنا يا اصحابي في قصة تامر الشطور التلميذ الشطور كانت مامته اهدته تاج. تاج. تاني مدلول يا اصحابي هناخده تاء. تمر. تمر. وطبعا احنا بنحب التمر جدا يا اصحابي وبناكله في رمضان. تاء. تمساح. 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 تاء. تفاح. تاء. تفاح. تاء. تفاحة. تاء. توت. تاء. تين. ان شاء الله يا اصحابي هناخد مع بعض واضح حرف التاء في الكلمة. في اول الكلمة يا اصحابي قلنا حرف التاء بيبقى بالشكل الجميل ده يا اصحابي، بيبقى فاتح ايد واحدة بس بعديه عشان في حرف تاني يا اصحابي في الكلمة الايه هيجي بعديه، عشان كده يا اصحابي فاتح ايديه. تعالوا يا اصحابي نتعلم مع بعض ازاي بنكتبها. تاء سنة صغنونة يا اصحابي، شرطة نايمة على السطر وما ننساش النقطتين. كده يا اصحابي حرف التاء في اول الكلمة فاتح ايديه عشان يستقبل حرف ايه في الكلمة هتيجي بعده. ماشي يا اصحابي؟ في وسط الكلمة يا اصحابي فاتح ايديه الاتنين، فارد ايديه الاتنين يا اصحابي بالشكل ده. ليه يا اصحابي؟ عشان خاطر في حرف قبلي وحرف ايه بعدي. في اخر الكلمة يا اصحابي قلنا ايه؟ ممكن يجي متصل او منفصل. متصل يا اصحابي يعني متصل بالحرف اللي قبله، يعني فاتح ايديه يا اصحابي وبيتكتب في صورته الاولى بتاعتنا اهو يا اصحابي، يعني في حرف قبليه ماسك في ايديه. وممكن يجي يا اصحابي منفصل يعني لوحده يا اصحابي في صورته الاولى مش ماسك ايه في اي حاجه قبليه. زي كلمه ايه يا اصحابي؟ في اول الكلمه زي كلمه تمر. تمر. تمر ادي التاء يا اصحابي في اول الكلمه. تمر. في وسط الكلمة يا أصحابي فتح إيديه الاتنين أهو يا أصحابي قدامنا عشان في حرف قبله وحرف إيه بعده، زي كلمة كتب. كتب. تاء يا أصحابي في وسط الكلمة. وفي آخر الكلمة يا أصحابي زي كلمة تحت. تحت. تحت يا أصحابي يعني أسفل المنضدة أو تحتيها. تحت أدي التاء يا أصحابي جت إيه متصلة، ممكن تيجي منفصلة يا أصحابي زي كلمة توت. توت. اهو يا اصحابي التاء جت لوحديها اهو مش ماسكه في الحرف اللي ايه اللي قبلها، زي كلمه توت. التاء جايه منفصله. وبكده يا اصحابي يبقى احنا النهارده ان شاء الله اتعلمنا مع بعض حرف التاء ومدلولات حرف التاء واشكال حرف التاء في الكلمه، واخدنا الكلمات الداله على حرف التاء. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة يا اصحابي.